رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه. متنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا. سلام عليكم. نعملوا القرص بالطريقه يا جماعه. نحللوا دي اول حاجه كده بالمنخل. اكيد كلنا بيبقى عندنا المنخل دوت، وفي مناخل جديده دلوقتي اللي هي البلاستيك ديت، ومن تحت برضو ارضيه المنخل الحقيقيه بتاعت زمان دي. السلستين نفضلوا ننخل وننخل وننخل. شايفه بتضرب ازاي؟ الضرب ده بقى دي في الجناب بتاعت المنخل. يقول لك الضرب ده بتوقع الدقيق اللي في الجناب. فعلا في الجناب تبقى لازق كده شويه دقيق، لازم نضربه من وقت لاخر. بصوا هو يعني المنخل دوت او تحليل الدقيق، كانت امي الله يرحمها تقول لي حاجه حلال. لك حلال اللي انت تحللي الدقيق. بصوا يا جماعه حصلت كارثه. مش هضحك عليك على النت. القرص المتبسسه، سامعين يا جماعه؟ القرص المتبسسه اللي هي الطريه. دلوقتي هتعملي ايه؟ احط السمنه وادحتها بشويه لبن. بصوا بقى قدحت السمنه بشويه لبن، ده عشان يدينا الطعم الفلاحي صح؟ ايوه. خلي بالك عشان سخنه، كنت جبتي معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسموا كده يا جماعه وصلوا على النبي كده يا جماعه. يلا روزي اوعي ايديكي سخنه. حطيت الخميره في اللبن يا جماعه زي ما انتم سامعين كده، وشويه ونطره ملح عشان تطعمها. ده لازم الملح ده اساسي صح؟ عليه الصلاه والسلام. دي مرحله بقى تبسيس الدقيق زي الكحك كده. هو ريحته حتى كأنك بتعملي كحك صدقي. طب احنا ما قلناش برضو قد ايه دي على قد ايه سمنه الحبه دول. هي عاملاهم بالبركه طبعا يا جماعه، فطبعا هو ال2 كيلو دي عليهم نص كيلو سمنه. 2 كيلو دي نص كيلو سمنه. تمام. ده لو عايزينها ايه ناعمه. لو خشنه شويه تبقى اقل من النص. تمام الله ينور. بصوا يا جماعه بعد ما اتبست لونها فتح ازاي. بصوا كأنك بتبسي كحك. دي اسمها كده في فلاحين قولي القرص المتبسسه. القرص المتبسسه غير البكاكيم اللي هي بتقب، دي زيها بس متبسسه الاول بسمنه. ما بتقبش، ده بيبقى سمكها كده من جوه زي العيش الفينو كده هشه يعني. عملتي ايه؟ حطيت الخميره على اللبن وشويه السكر وشويه ملح. حطيت الخميره على اللبن على شويه السكر والملح. هتحط العجينه فيها. بصوا احنا نقلناهم بقى في بلاستيكه اصغر لانها كانت بتبسس في البلاستيكه الواسعه. يا كده حطت على اللبن بالخميره بالسكر، وهتبدا تعجني بقى. بتعجني ياما برضو ولا ما بتاخدش عجين ياما ولا ايه؟ لا بتاخد شويه بلتها شويه. لما نشربها اللبن هنحط لها ميه طبعا. لا زيت ميه بقى. بس انا عادي مفيش مشكله. تقول لك لو في لبن بكفايه مفيش مشكله، عايزه تزوديها ميه برضو مفيش مشكله. لو في لبن رايب بتبقى جميله كمان واطعم. بس كده بدات تعجن. هي طبعا محطوط لبن بس بتزود، لو احتاج ميه بنحطه. عايزه تعجنيه بلبن خالص مفيش مشكله. عايزه تحطي لبن مع زبادي مفيش مشكله برضو. بص بقى عايزه عجين ايه حبه حلوين كده عشان يديك العجينه اللينه. بقى كده هنا بقى المرحله خلاص العجينه بقت جميله ازاي. هو كده لسه ما اتخمرش يا جماعه. هي بتقرصه وهترصه وتغطي عليه وتسيبه بقى ساعه ياخد وقته. احنا الجو ساقع دلوقتي، وطبعا في الساعه بيبقى التخمير بيبقى صعب شويه. بصوا بتعملوا ازاي. بس يا جماعه هنوريكم كمان واحده. بصوا تاخدها في كبشه ايديها وتعملها ايه بدوران كده على قد ما بتقدر، بتخليه كله مقاس واحد. بصوا بتطريه العجينه ازاي. العجينه لازم تكون لينه يا جماعه على قد ما تقدروا اعجنوها. يعني ايه ما تتكاسلوش كده وخلاص اتحجرت، لا. دول لا يا ماما. هنا بقى بدات تبططهم بعد ما قرصتهم، وهتسيبهم مره كمان يخمروا.
يعني هيخمروا على مرتين. هنا. بنريح العجينة. تعمل ايه؟ بنريح العجينة. بتريح العجينه. بصوا العجينه ما شاء الله ازاي لينه وجميله ازاي، وبتفرد على طول معاها. هتكمل بقى دول ونرجع لكم تاني. هنا بقى سيبنا العجين لما خمر خالص. بصوا ما شاء الله ارتفع ازاي. الفرن يا حبايب قلبي يكون سخن قبليها حتى على الاقل 10 دقايق. لازم الفرن يبقى سخن والنار تبقى من فوق ومن تحت. بصوا عشان تطلع طريه وما تنشفش، ما تنشفش مننا في الفرن. الفرن دوت غير الفرن التاني اللي هو الصاج. كده هو على نار عاليه، تعملوه على درجه 200. طبعا اللي بتعمل لنا القرص دي بقى مرات ابني العروسه. صح. بصوا ما شاء الله احمرت من تحت. هتقلوها بقى على الايه، على العرسه اللي فوق كده. عادي عادي. بتاعت بص الظهر جميل ازاي ولونه جميل ما شاء الله. دي بتبقى عامله زي العيش الفينو حبايبي، يعني ما بتتنفخش لفوق كده، بس بتبقى هشه من جوه. باذن الله لما تستوي كده خليكم معانا هتشوفوها من جوه شكلها عامل ازاي. ممكن نغلبه شوية. هيعجبوا بابا دول على فكرة، وهيعجبوك برضه. بسم الله. وهيعلموني. هيعلموني. بص احنا بنرصه من تحت اهوت كده. احنا شغلنا البوتاجاز، يعني عندك بوتاجاز ما فيش مشكله، ما تقوليش لا انا ما عنديش فرن. لا الفرن البوتاجاز طالما حلو وناره حلوه هيشتغل معاكي تمام كده وهيطلع نتيجه باذن الله خير. فكره احنا نسينا صف. بصوا احنا الدورين مليانين اهو ما شاء الله. هنكمل ونرجع لكم تاني. بصوا اللون جميل بس لسه عايزاه يتني شويه على فكره. عشان ده تقفش. ده نقطة لون من تحت اهي. بصوا اللون بتاعها جميل ازاي يا جماعه. بصوا من فوق ومن تحت ما شاء الله. وبعد كده ايدك. ينفع تقول لي اوعي ايدك؟ ينفع. بصوا بصوا الجمال، بصوا اللون بجد جميله 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 ما شاء الله. هتنقل بقى من تحت لفوق، من تحت لفوق لفوق لتحت. بص يا جماعه ما شاء الله ادي تقريبا كان كيلو ونص دقيق صح ولا 2 كيلو؟ تقريبا 2 كيلو دقيق. بص عملنا كميه قد ايه جميله ولونها جميل جدا ما شاء الله. بص هنفتحه معاكم واحده. بصوا ملبن ماشي وهي لسه سخنه كمان يعني ما شاء الله طريه ازاي. بتبقى عامله زي العيش الفينو. بصوا ملبن. بص اهي افتحي كده كده الطريه اتنها لهم كده. بصوا ملبن اهي ملبن. بجد جميله. واحدة ثانية كمان. تسلم ايديكي جميله جدا جدا جدا. بصوا ملبن. بصوا دي بتبقى عامله زي العيش الفينو كده، اسمها قرص متبسسه، ما بتبقاش عاليه زي ما انتم شايفين كده. وفي ناس بتخرمها بالخلة. بخرمي بقى بالشوكه بالخله، حطي سمسم، حطي حبه البركه مفتوحه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه. متنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا. سلام عليكم.